الأربعاء 8 مايو 2024 وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة قنابل للكيان الصهيوني بسبب مخاوف بشأن احتمال استخدامها في التوغل في مدينة رفح، وأضاف أنهم كانوا واضحين من البداية بأن الصهاينة ما ينفعش يعملوا عملية توغل في رفح من غير تنسيق لحماية المدنيين، وده يعتبر الموقف الأول لأمريكا ضد الصهاينة. هو إيه اللي بيحصل بين الأمريكان والصهاينة؟ وإيه علاقته برفح؟ وهل مدبر ولا لأ؟ كوباية الشاي الجميلة والورقة والقلم وخلونا نتكلم في مسألة رفح. أنا أحمد سلامة زي الكتاب ما بيقول. السبت 11 مايو 2024 جيش الصهاينة أصدر أوامر بإجلاء سكان شرق رفح، وبدأ في إلقاء المنشورات على المدنيين عشان السكان يخلوا المدينة استعدادا لغزو رفح بريا، بحجة أن المنطقة دي شهدت أنشطة إرهابية لحماس في الأيام والأسابيع الأخيرة. المشروع اللي الصهاينة مصممين على تنفيذه وأمريكا خايفة منه ومصر رفضاه، لأنك كده هتدي الضوء الأخضر لاجتياح مدينة صغيرة فيها مئات الآلاف من المدنيين النازحين، مجزرة جديدة تفوق الهولوكوست. وخليني أقول لك إن الأربعاء 8 مايو 2024 يعني قبل بكام يوم في لقاء للرئيس الأمريكي جو بايدن مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية اتكلم عن توقيف شحنة الأسلحة الأمريكية لو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أصر على غزو كبير لمدينة رفح، واللي بالمناسبة برضو بايدن اعترف انه تم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد اخواتنا في غزة. فكرة ان رئيس أمريكا للمرة الأولى يربط بين الأسلحة الأمريكية والغزو الصهيوني دي بتشكل نقطة تحول كبيرة في الصراع، واعترافه بدور الأسلحة الأمريكية في استشهاد المدنيين في غزة هو اعتراف أمريكي بدور الولايات المتحدة في الحرب. كل ده جميل ودليل على ان الجهود العربية لتوصيل الصورة الحقيقية للشارع الغربي فيما يخص المجازر الصهيونية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء بدأت تاخد شكل حقيقي، بس مش ده المهم. بايدن أضاف في لقائه ان اللي عمله الصهاينة كان على الحدود بشكل مباشر، وان ده بيسبب مشاكل في الوقت الحالي فيما يتعلق بمصر اللي عملت بجد وجهد للتأكيد على العلاقات المصرية الأمريكية. الله، هو ايه دخل مصر بالموضوع؟ اسباب كتيرة قوي، في منها المعلن وفي منها اللي لسه ما نعرفوش، بس ممكن نقول البديهي وهو امريكا كانت هي الضامن لعملية السلام اللي حصلت من 45 سنة، واي مساس ببنود اتفاقية كامب ديفيد اللي هيتسأل فيها مين؟ الضامن امريكا. وخلونا نبص من منظور أعم وأشمل ونتفق على إننا بنحلل تصرفات مش مبادئ وأهداف، لأن الهدف معروف مهما غلفوه بأكاذيب وحجج واهية. بمعنى في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري الجزء الأول باب إشكالية التطبيع بيقول إيه؟ بيقول وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين حسب التصور الصهيوني أمر عرضي زائل، ومن ثم لابد من التخلص منهم بشكل ما، التأسيس للدولة اليهودية المقصورة على اليهود، وبكده يصبح من حق الدولة الصهيونية انها تدافع عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال جيش الدفاع الإسرائيلي. ضد مين؟ ضد الإرهاب اللي هم السكان الأصليين، اللي هم الفلسطينيين اللي بيرفضوا الخضوع للرؤية الصهيونية. وممكن تتفاوت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري، ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بيشير إلى مضمون واحد، وهو حق الصهاينة في أرض فلسطين كلها. يعني من الآخر طول ما في فلسطينيين عايشين هناك طول ما هم مطب في الرؤية الصهيونية لمشروع أرض صهيون للصهاينة. والنهاردة في 3 أنواع من الفلسطينيين عايشين على أرض فلسطين، 2 منهم متحجمين والتالتة نازحة في آخر معقل ليها اللي هي مدينة رفح، وعليه بتتفق رؤية اليمين المتطرف الصهيوني مع إزالة آخر معقل من معاقل المقاومة عن طريق اجتياح رفح بريا. طب خلينا نتكلم عن مدينة رفح جغرافيا وتاريخيا عشان نفهم احنا بنقول ايه. رفح هي مدينة في أقصى جنوب السهل الساحلي الفلسطيني على الحدود المصرية الفلسطينية، مساحتها 55 كيلومتر مربع، بتبعد عن مدينة غزة ب 38 كيلو وب 16 كيلو بس عن الشيخ زويد في سيناء المصرية، وهي واحدة من أهم المدن التاريخية القديمة المرتبطة بتاريخ مصر والشام. في
فيها مصر انتصرت في عصر البطالمة على السلوقيين وحكموها 17 سنة، وقبلها الأشوريين والمصريون القدماء. وبديهي كده هي بوابة العبور من وإلى سيناء والشام. لها دور سياسي كبير في التاريخ الحديث كمان، بداية من مرور نابليون في حملته على الشام سنة 1799، مرورا بقى برسم الحدود بين العثمانيين ومصر لحد فرض الانتداب البريطاني على رفح سنة 1917. ومصر سيطرت على رفح سنة 1948 وفضلت مسيطرة عليها لحد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. ثم رجعت تاني للإدارة المصرية، ومنها مرة خط سكة حديد من مصر لحيفا، لحد ما الصهاينة قرروا يدمروا الخط ده بعد نكسة 67. والوضع استمر على ما هو عليه لحد حرب اكتوبر 1973 اللي انتصرنا فيها على الصهاينة، والوصول بعد كده لعملية السلام سنة 79 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ومن هنا بتبتدي مدينة رفح تاخد منحنى جديد. حد يسألني ويقول لي ايه هي بنود عملية السلام دي يا سلامة؟ هقول لك. عملية السلام هي نتيجة مفاوضات الانسحاب التام من سيناء بين مصر والصهاينة، وذكرت الدباجة اقتناع كل منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، وده وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و 338. وإن العملية مش بين مصر والصهاينة بس، لكن عشان تكون حجر أساس لعملية السلام بين الصهاينة وأي جار من جيرانها العرب في المستقبل. وكان الهدف منها التوصل لتسوية دايمة للنزاع العربي الصهيوني، وده اللي نصت عليه المادة الأولى بأن حالة الحرب تنتهي وأن الصهاينة ينسحبوا إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب يعني. والمعاهدة فيها مواد تانية زي الامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد الآخر على نحو مباشر وغير مباشر، وحل النزاعات بينهم بشكل سلمي، وعدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو التهديد به من داخل أراضيه. جميل جميل. في المعاهدة دي كان في ملحق أمني خاص بتحديد الخطوط النهائية بالنسبة للحدود، وفيها تم تقسيم سيناء ل3 مناطق، ألف وب وجيم، ومنطقة رابعة خارج الحدود المصرية وهي المنطقة د. كل منطقة فيهم متفاوتة التسليح. ونيجي هنا بقى عند النقطة الأهم، المنطقة جيم في سيناء والمنطقة د على حدود مصر. المنطقة جيم هي اللي في غربها الخط الأخضر وشرقها خليج العقبة، وفيها شرطة مدنية مصرية بس بأسلحة خفيفة، وتم تعديل النقطة دي وقت الحرب على الإرهاب في 2011. أما المنطقة د فهي اللي شرقها الخط الأزرق وغربها الحدود الدولية، من غير المسموح فيها تواجد الجيش الصهيوني ما عدا 4 كتائب مشاة من غير دبابات ولا أسلحة تقيلة. طب ما بين المنطقة ج جوه مصر والمنطقة د خارج الحدود المصرية اتعمل ما يسمى محور فيلادلفيا، أو ما يعرف في مصر بمحور صلاح الدين، وهو عبارة عن طريق فاضي بين الحدودين عرضه 100 متر وطوله 14 كيلو، بيبدأ من البحر المتوسط شمالا لحد معبر كرم أبو سالم جنوبا. المحور ده يعتبر زي منطقة آمنة بتفصل بين البلدين، يعني أرض فاضية عزلة ما ينفعش أي حاجة تمر من خلالها. المحور بالكامل بيقع جوه المنطقة د، يعني بره حدودنا في مصر. وما بين المحور يمين وشمال بوابات رفح في الجانب الفلسطيني والجانب المصري، ويعتبر هو الشريان الوحيد لاخواتنا في غزة اللي رابط بينهم وبين باقي كوكب الأرض. المهم نهض أدراجنا. بعد عملية السلام ب3 سنين تم تقسيم مدينة رفح لجزئين وفصلهم بسلك شائك، الكلام ده سنة 1982. اتقسمت العائلات جوه المدينة وبقى فيها جزء مصري وجزء فلسطيني، وكان المسيطر على المعبر هم الصهاينة، لحد ما إريئيل شارون قرر سنة 2005 انه يعمل انسحاب احادي من غزة، وده بعد فشله في عملية ايام الغضب اللي كان هدفه فيها ايقاف صواريخ القسام من ضرب الصهاينة، وفشل في تحقيق الهدف ده. فكانت النتيجة المنطقية انسحابه من قطاع غزة وفك الارتباط وفك المستوطنات، وادى الحكم للسلطة الفلسطينية، واللي بعد كده حركة حماس سيطرت عليها من 2007 لحد النهاردة. قوم بقى في 6 مايو 2024 الصهاينة يعملوا حركة استفزازية لمصر. ازاي؟ بانهم مشوا دبابتين رافعين العلم الصهيوني جنب محور صلاح الدين لأول مرة من 2005، في تحدي صريح وواضح لمصر ومحاولة لجر رجلها للحرب. طب حد يسألني ويقول لي ايه اللي حصل عشان الصهاينة يعملوا كده؟ هقول لك مفاوضات القاهرة مع حماس اللي للمرة الأولى حماس توافق فيها على صفقة جديدة،
والكرة تبقى في ملعب نتنياهو اللي بكل بساطة مش عايز الحرب تقف وعايزها تستمر. الحرب لو وقفت نتنياهو هيتحاكم سكة ودغري قولا واحدا. وخلونا نجيب الموضوع من البداية خالص. التوراة اتكلمت عن 2 اخوات، عيسو ويعقوب المعروف باسم إسرائيل. وجزء من العقيدة اليهودية هي إن عيسو بيكره يعقوب، لأن الرب بيحب يعقوب اللي هو إسرائيل وبيكره عيسو. جزء متأصل من الأيديولوجية الصهيونية إن العالم كله بيغير منهم وبيكرههم لأن شعبهم هو الأقرب إلى الله، مش لأنهم مجرمين حرب ولا محتلين أراضي ولا أي حاجة، لأنهم أقرب إلى الله وبس. قبل عملية طوفان الأقصى وقبل وصول نتنياهو للحكم في الدورة ال5 للانتخابات الصهيونية، نتنياهو كان متهم ب3 قواضي فساد وسرقة واستغلال نفوذ. وقبل ما نكمل محتاجك تعرف معلومة كده على الماشي. النسيج المجتمعي للكيان الصهيوني مكون من فرعين، يمين ويمين متطرف، مفيش يسار، مفيش معارضة. جزء بيؤمن بالقانون والديمقراطية وجزء بيؤمن بالرواية الدينية وإسرائيل الكبرى. والحالة الوحيدة عشان نتنياهو ما يتحاسبش انه يفضل في السلطة اطول فترة ممكنة، وعشان يفضل في السلطة كان لازم ينجح في الانتخابات، فما لقاش وسيلة غير انه يحط ايده في ايد اليمين المتطرف ويعين 2 منهم في وزارات مهمة، اتمار بن جفير للامن الداخلي وبتسلئيل سموتريتش في المالية. والكلام ده قلناه قبل كده اكتر من مرة. ولانهم كانوا مسجونين قبل كده فاضطر لانه يتدخل في السلطة القضائية تحت مسمى الاصلاح القضائي. ليه؟ عشان يقدر يوفي بوعده لليمين بتمثيلهم في الحكومة. وده اللي قلب الرأي العام عليه، لانه تعدى على سلطاته وما كانش قدامه غير انه يروج لكون اسرائيل تحت تهديد مستمر عشان يضمن بقائه في السلطة، او انه يتجه لترويج فكرة انه اكتر الوزراء تحقيقا للسلام في تاريخهم. نتنياهو حاول يلعب على النقطة التانية، وكلنا فاكرين لما رفع خريطة الشرق الأوسط الجديد في الأمم المتحدة، لكنه منجحش وجات له عملية طوفان الأقصى على طبق من ذهب. تهديد أمن الصهاينة يأتي في مصلحة بقاء نتنياهو في السلطة. وخلي بالك الصهاينة ما بيسيبوش حد في حاله حتى لو عدى فوق عمرين. ولنا في محاكمة إخمام بعد مرور 20 سنة على الهولوكوست خير مثال وعبرة، وهو دايما حاطط الموضوع ده قصاد عينه. فالحل هو استمرار الحرب وبقاء الصهاينة دايما في دور الضحية واستخدام الهجوم عليهم كذريعة للدفاع عن نفسهم، زي ما روجوا جدا للهجمة الإيرانية الأخيرة اللي أعادت العلاقات بين الصهاينة وأمريكا بعد توتر العلاقات على أثر حرب الإبادة المستمرة تجاه المدنيين في غزة. وكان نتنياهو فاكر إن حماس مش هتقبل أبدا بصفقة وقف للحرب وعايش على كده، لحد ما مصر يوم 6 مايو فاجأت الصهاينة بقبول حماس بالعرض المصري برعاية أمريكية قطرية بوقف دائم لإطلاق النار وتحرير الرهائن والانسحاب من غزة. والمرة دي الكرة بقت في ملعب نتنياهو، ما هو حماس موافقة والحرب شكلها هتنتهي، وبقى محطوط بين خيارين: خيار انه يوافق على الصفقة ويخسر اليمين المتطرف ويعرض نفسه للمحاكمة، او انه يرفض الصفقة ويخسر امريكا وهيخسر كمان اليمين والمعارضة واهالي المخطوفين واهالي الجنود المقتولين. والوزيرين اليمينيين قالوها صراحة ان التخلي عن عملية اجتياح رفح او قبول اي صفقة فيها انهاء للحرب معناه انهيار الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو. الحل الوحيد هو انه يحاول يفتح جبهة حربية جديدة تضمن استمرار الحرب، لكن لازم الجبهة دي ما تكونش منهم هم، البداية ما تكونش منهم، يعني لازم يكون تهديد او عدوان خارجي عشان يعرفوا يلعبوا على العالم زي عادتهم دور الضحية. وعشان كده حاول يجر مصر وخالف اتفاقية السلام بالتهديد الغير مباشر بحركة الدبابات دي. فهمت حاجة؟ واستمراره للترويج لغزو رفح اللي على الحدود المصرية بيشكل بعد كده عقبة في استمرار العمل باتفاقية السلام. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام معاريف الصهيونية اللي قالت ان المسؤولين المصريين ابلغوا مدير المخابرات الامريكية اللي زار مصر مؤخرا بضرورة ممارسة ضغوط جدية على الصهاينة واجبارهم على انهاء عملياتهم في رفح والعودة الى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معاها. وده لأن ببساطة مش بس اجتياح رفح هو تصفية لما تبقى من القضية الفلسطينية ومجزرة جديدة، لا، ده كمان أمر بيهدد الأمن القومي المصري. الخلاصة صديقي في كلام الدكتور عبد الوهاب المسيري في إحدى حلقاته المنشورة لما تساءل عن زوال الصهاينة
قال إنهم هينتهوا لما يشكلوا عبء على أمريكا. وللمرة الأولى الحزب الديمقراطي بيتعرض لضغوط داخلية عشان يبطل يساند مجرمين الحرب في حربهم على المدنيين، ضغوط على شكل اعتصامات ومظاهرات، الأمر اللي جه قبل الانتخابات الأمريكية ب6 شهور بس. ولما مصلحة أمريكا تيجي على مصلحة الصهاينة، كفة الأمريكان هي اللي هتطب، ووقتها هيكون بداية النهاية للكيان المزروع في وسطنا، كيان الصهيوني، كيان الشرير. تشرفت متابعتكم، أشوفكم بخير.